السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير على أحلى متابعين ومشاهدين ليا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أنا النهاردة قلت أعمل لكم حاجة سهلة وهتكون يعني حاجة بسيطة وسعرها مش مكلف ولا حاجة. أنا عملنا بسطرمة البيتي. أنا جبت ربع كيلو من اللحمة ورحت عاملة. أنا قلت أعملها وأوريها لكم على طول، أقول لكم المقادير. مقاديرها إيه؟ عبارة عن ربع كيلو من اللحمة المفرومه، وكنت عندي حلبه طحنتها في المطحنه بتاعه الخلاط زي ربع كوبايه، وعندي بصل بودر وتوم بودر وملح وفلفل اسمر وبابريكا، وحطيت حته من التوم، وحطيت معلقه سمنه، ودعكت كله، ورحت جايبه الكبه الامرايه بتاعتنا ورحت ضربها فيها، ورحت جايباها عملتها في الاكياس، قسمتها على 3 زي ما انتم شايفين اهم 3 اكياس. وبعد كده فردتها بايديا، والله ما عملتهاش لا بنشابه ولا بسريع ولا باي حاجه. انا رحت عاملاها زي ما انتم شايفين كده، فردتها ورحت عامله ورحت جايبه السكينه من ظهرها ورحت مقطعاها مربعات واحطها في الفريزر. ولما تجمد لما نيجي نطلعها هنروح مطلعين بنكسر الحته تطلع معانا مكعب. خلاص كده. وطبعا عشان دي لحمه ما استوتش بنعمله قبل ما نعمله اللي هو البيض، بنجيب الطاسه بتاعتنا القمرايه ونحط فيها معلقه سمنه، ونحط فيها البسطرمه بتاعتنا الاول، ونعملها نشوحها في السمنه وبعد كده نطقش عليها البيض. ودي كانت وصفه النهارده من مطبخ منوعات ماما مها، وهشوفكم في وصفه جديده تانية باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.